تخيل معايا إن ليلة العمر اللي بيحلم بيها أي شاب وأي بنت تتحول لجريمة بشعة وسجن وندم ملوش آخر. في ليلة الدخلة عريس نزل من أوضة النوم شايل راس عروسته في إيده. السبب إيه؟ عشان ظن إنها مش عذراء، بس الصدمة الأكبر لسه جاية. تابعوا معايا. القصة دي حصلت في مصر، في واحدة من قرى الصعيد، تحديدا في محافظة أسيوط. شاب صغير متربي على مفاهيم تقليدية مغلوطة عن الشرف والعذرية المنتشرة في مجتمعاتنا. أهله وأهلها اتفقوا واتجوزوا، وعروسته كانت بنت عندها 16 سنة. ليلة الفرح خلصوا ودخلوا أوضة النوم. الضغط والتوتر والجهل والتوقعات، كل ده انفجر فجأة لما العريس افتكر إن في حاجة غلط. مفيش دم، يبقى البنت دي خدت طريق غلط، ويبقى أكيد مش بنت. من غير ما حتى يسأل، من غير ما حتى يفكر، راح شد السكينة وذبحها فورا، ونزل تحت لأهله ماسك راسها وبيقول أنا غسلتها. لكن بعدها الدنيا اتقلبت، والناس اتجمعت والشرطة وصلت، والطب الشرعي قال الكلمة اللي صدمت الكل: البنت كانت عذراء 100%. وكل اللي حصل ده كان مبني على جهل. الجهل في المجتمعات مش بس بيضر، ده بيقتل. في مفاهيم لسه منتشرة عن الشرف مرتبطة بورقة أو نقطة دم. والمأساة الأكبر إن في شباب ما بيتعلمش عن جسم الإنسان وعن اختلاف طبايع جسم الإنسان، ولا حتى يعرف عن الرحمة شيء ولا عن الضغط النفسي شيء. اللي حصل مش بس قتل إنسانة، ده قتل روح بريئة، وقتل فرصة، قتل بنت عندها 16 سنة لسه ما بدأتش حياتها، كسر قلب أم وأب وأهل كانوا بيحلموا في يوم يشوفوا أبنائها. وده بيدخلنا للنهاية: علموا أولادكم الرحمة وازرعوها في قلوبهم. ما تعلموش حد الانتقام، علموهم يسألوا ويفهموا وما يحكموش بعنف. القتل مش رجولة، والعذرية مش مقياس للشرف. اللي بيسامح في حقه ربنا بيسامحه، بيعوضه في الدنيا وبيغفر له في الآخرة. قولوا لأولادكم كونوا رحماء، فالرحمة لا تورث بل تعلم. وانشروا الرحمة بينكم علشان ما يبقاش في قصص تانية زي دي. دمتم بخير، واشوفكم الحلقة الجاية.